تحدث الأسطورة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سابقا أنه تحدث قليلا مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والمزيد مع تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق البارسا حول عودته من جديد لصفوف الفريق الكتالوني. وقال ليونيل ميسي في حوار أجرته صحيفة موندو ديبورتيفو وسبورت الإسبانيتان: في الواقع لقد تحدثت قليلا مع رئيس لابورتا مرة أو مرتين على الأكثر. وعن الحديث مع مدرب برشلونة قال ميسي: لدي الكثير من الاتصالات مع تشافي منذ أن وصل إلى النادي، أكثر من ذلك بكثير وفي كثير من الأحيان. وأوضح ليونيل ميسي: تحدثنا عن إمكانية عودتي، كنا متحمسين للغاية لأنه عندما يظهر شيء ما سنناقش ما إذا كان يريد حقا عودته وإذا كان ذلك جيدا للفريق وله. وظللنا على اتصال. وشدد ميسي: نعم، من الواضح أنني أود أن أكون قريبا من النادي، والأكثر من ذلك سأعيش في برشلونة، إنه أحد الأشياء التي لدينا بوضوح شديد زوجتي وأولادي. وقال ميسي: آمل، لا أعرف في أي لحظة أو ماذا أو متى، ولكن أمل يوما ما أن أساهم بشيء ما للنادي وأن أساعد، لأنه كيان أحبه. كما قلت دائما، أنا أقدر الحب الذي كان لدي من الناس خلال مسيرتي المهنية، وأود أن أكون هناك مرة أخرى هنا. نعم. وقال ميسي: أردت حقا، لقد كنت متحمسا جدا لأتمكن من العودة، لكن من ناحية أخرى بعد تجربتي مع عشته والخروج الذي مررت به لم أرغب في أن أكون على نفس المنوال، أنتظر لنرى ما سيحدث وترك مستقبلي في يد شخص آخر إذا جاز التعبير. وأضاف ليونيل ميسي: أردت اتخاذ قراري بنفسي والتفكير في نفسي وعائلتي، على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن لا ليغا قبلت كل شيء وأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للعودة. لا يزال هناك الكثير من الأشياء الأخرى كان يجب أن يحدث ذلك. سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتب اللاعبين، والحقيقة هي أنني لم أرغب في المضي قدما في ذلك، ولا أتولى مسؤولية الحصول على شيء يتعلق بكل ذلك. لقد كنت بالفعل اتهمت بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة، وكنت بالفعل متعبا بعض الشيء، لم أرغب بالمرور بذلك. وقال ليو ميسي: الوقت الذي اضطررت للمغادرة قبلت الليغا أيضا أنهم وقعوا معي، وفي النهاية لا يمكن القيام بذلك. حسنا، كنت أخشى يحدث نفس الشيء مرة أخرى، وأنني سأفعل ذلك. يجب أن أذهب هاربا كما حدث. كان علي المجيء إلى هنا إلى باريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي مع ذهاب أطفالي إلى المدرسة. وقال ميسي: أردت أن أصنع بنفسي القرار، وهذا هو السبب في أنني لم ألجأ إلى برشلونة، على الرغم من أنني كنت سأحب ذلك إلا أنه لم يستطع. وأكد ميسي أن الجانب الشخصي له وزنه أيضا، مضيفا: أنا في لحظة أريد فيها الابتعاد عن التركيز قليلا والتفكير أكثر في عائلتي. لقد أمضيت عامين كنت فيها سيئا للغاية على مستوى الأسرة، لدرجة أنني لم أستمتع بها. لقد مررت بذلك الشهر، كان مذهلا بالنسبة لي لكوني فزت بكأس العالم، لكن إزالة تلك كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي. أريد إعادة اكتشاف نفسي مع استمتاع عائلتي وأولادي من يوم لآخر، ولهذا السبب القرار كان قليلا بعدم التخلي عن برشلونة.